ياسر العظمي بالدرجة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة. سبب الفشل؟ نعم. هلا في ناس غليظين مخرج كوميديا، وهني أرباب الكوميديا بالبلد. مين عندنا كوميدي اليوم؟ بنقول كوميدي بقول لك أيمن رضا، بقول لك باسم ياخر. اتركهم عايشين، شو بدنا فيه. آخر نص كوميدي شفته كان يقال عنه نص كوميدي حقيقي، شو كان؟ والله من زمان ما شفت، والله من زمان ما شفت. يعني أنا ما بتعجبني هاي الكوميديا، أنا بتعجبني الكوميديا اللي هي أنعم بكتير، هي الكوميديا الموقف الصغير هيك الناعم اللي فيه التباس اللي فيه كذا. أنا بحس إنه هذا قريب كتير إلي. وبقايا صور كان كتير كتير مو شوي يستطيع أن يؤسس لهذا النوع من الكوميديا، لكن حرام، حرق راح. الكوميديا يلي عم نحكي عنها انعمل بشكل كوميدي لايت او في مسجات ورسائل، ان كان مرايا ولا السنونو ولا بقع الضوء يلي حكينا عنه باجزائه. كنت بعيد عن هالثلاث مسلسلات، ما اشتغلت مرايا؟ لا. ما دعاك الاستاذ ياسر العظمي؟ لا، مع العلم انه له لوحات كتير حلوه. يعني ما استفادوك ابدا؟ لا ابدا. بالسنونو دعوك؟ بالسنونو دعوني. رفضت ليه؟ رفضت؟ ايه طبعا. ليه رفضت؟ لانه تفضل لعنا. ايه شو تفضل لعندكم؟ شو بدنا نعمل؟ بعتوا لنا النص لنقراه نشوف شو الاستاذ عم يكتبه. لك اخي شو الاستاذ عم يكتبه؟ طيب انا بدي اطلع لعندك على ابو ظبي، على دبي، طيب ما بدي اعرف لوين بدي اطلع انا، شو اللي بدي اشتغله هذا؟ الاستاذ عم يكتبه. ما لك ثقه بالاستاذ؟ دعوا الفنانين قبل ما يخلص كتاب. الاستاذ بشهر قعدوا بدبي هني على البلاجات والمايوهات والدنيا شبه كنت. طب كله اخذ اقامات ذهبيه وكله زبط اموره. قلت له حبيبي لقول لك انا زلمه ما بطلع اذا ما بعرف النص. اذا ما بعرف النص اللي بدي اشتغله تبعت لي نص بطلع، ما بطلع. انا لسه قلت له كون مين مكان انا بحترمه وبحترم تاريخه. كانت فرصه ذهبيه للمشاركه ماديا عم بحكي، وكان ممكن تكون موجود. ما عندي هيك حكي. فشل يعني النص؟ لا فشل. لا لك ليش. اولا الشغل مع ياسر العظمي مع حفظ الالقاب، وهو استاذ يعني كبير كثير محكوم بمخاطر، كثير محكوم. بمعنى انه هو نجم كل شيء هو موجود فيه. يعني بيكتب لحاله، بيأسس لحاله، وبيشتغل لحاله. فانت وين بدك توقف، على يمينه ولا على شماله؟ انت ما بتعرف هالقصه هي. فلما بيكون عندك نص بتعرف انت وين موقعك بهالقصه، وبتعرف انه انت مالك طعمه لما بده يشتغل. هو هذا اللي صار، انه ما حدا له طعمه. كومبارس يلي عم يشتغل، كله بيشتغل كومبارس بيشتغل. فما اشتغلت يعني. المهم ما انك ندمان اصلا بعد ما شفت النتيجه؟ لا شو ما ندمان، انا احترم تماما انه عم يكتب الاستاذ، يعني كثير بحترمها هاي القصه. في العالم في بعض يعني او يعني قالوا انه فشل او عدم نجاح السنونو كان بسبب المخرج، مع ولا النص؟ ياسر العظمي بالدرجه الاولى والثانيه والثالثه والعاشره. سبب الفشل؟ نعم. استاذي بطل يعرف يكتب مثل مرايا. إيه؟ انا ما بعرف هلا بطل ولا ما بطل، ما بعرف، بس اللي كتبه ما له حلو. هلا اقول لك انت جيب لي نص جيد واعطيني مخرج نص جيد، طالع لك عمل جيد. جيب لي مخرج عظيم على نص سيء، لا هو ولا النص ما بيطلع منه شيء. نو. فكانت المسألة السنون هي مسألة النص. خليني أذكر لك مثال، مثلا الكندوش إيه؟ عمل لحسام تحسين بيك. نعم. كنص، وقيل وروج له انه هو نص كتير كبير وتقيل وبيحكي عن الشام، واصلا حيصحح الايمج او الصوره تبع الحارات الشاميه. وكان في مخرج جيد او جيد جدا اذا بدنا نقول، او ممتاز، سمير حسين. شو السبب يلي عدم نجاح الجزء الاول من الكندوش، اذا شفته او عندك اطلاع؟ يعني شفت انا شيء بسيط منه. انا برايي الكندوش لا يعدو ان يكون مسلسل عادي، عادي جدا بالنص بكل شيء. يتخلل صراعات استاذ بين بعضهم البعض.